إننا نسعى خلال المرحلة المقبلة لتحرك موازن لتوسيع تطبيق اللامركزية، مش برلمان موازي بقى ولا تصدق. خليهم يتسلوا. اتكلمت عن حوار مع الأحزاب والمعارضين. كنت عايز أعرف حضرتك في اتهام دلوقتي بيوجه لشخصكم إن أنت حضرتك مفيش متسع إن أنت تقعد مع معارضين في مناظرة أو مواجهة علنية. كنت عايز أعرف وجهة نظر حضرتك في النقطة دي، وهل ممكن ومين الشخص المرشح إن أنت تتناقش معاه سواء من الإخوان أو من الأحزاب أو اللي هم الجماعات الفيسبوك زي 6 أبريل أو كفاية أو شكرا. ردوا انتوا بقى علينا. رد حسين. هو مخطط عشان تبقوا عارفين، المقصود منه كل المراكز والاقسام وتخلى والناس دي تستولى على البلد وتستولى على السلطه، بس الحمد لله ما كملش. اللي يمد ايده على سيده لازم ايه؟ يتضرب بالجزمه، تتقطع ايده. واحنا اسيادهم واحنا الامن واحنا الامان واحنا اللي حاميينهم، والناس كلها كانت بتعيط بتقول يا رب تيجوا عشان اللي احنا فيه. شافوا طبعا ايام. وقد اخبرني الاستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء بالقرار الصادر بمد حالة الطوارئ، والآن أتلو على حضراتكم قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010 بمد حالة الطوارئ. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 126 لسنة 2010 بمد حالة الطوارئ لمواجهة أخطار الإرهاب. رئيس الجمهورية في 26 جماد الأولى سنة 1431 هجرية الموافق 10 مايو سنة 2010. السؤال موجه إلى فخامة الرئيس مبارك. أود أن أسأل هل أنتم تنظرون إلى السيد محمد البرادعي كبطل قومي، وهل سترحبون به أن يدخل في الحزب؟ ولا نحتاج لبطل قومي هنا أو هناك. إذا كان عاوز يخش أي حزب هو مواطن يقدر يخش في أي حزب، ملناش أبدا أي قيود على هذا. عاوز يرشح نفسه من خلال الحزب يتفضل، عاوز يرشح نفسه من خلال المستقل يتفضل. مفيش عندنا قيود في هذا المجال طبقا للدستور.